بصوا يا جماعه، انا هقول لكم على 8 حاجات غريبه في باريس. اول حاجه، برج ايفل اصلا اتعمل عشان الاكسبوزيسيون يونيفرسال، هو اصلا المفروض كان يهدموه بعد 20 سنه. تاني حاجه، ميوزي دو لوفر اكبر من موناكو، وعلى فكره من كتر ما هو كبير لازم تاخد 100 يوم عشان تعرف تتفرج على كل حاجه اللي موجوده جوه. تالت حاجه، عندنا احنا كمان ستاتيو لا ليبرتي بالظبط زي في نيويورك، موجوده برضك في باريس. رابع حاجه، الكاتاكومب. عارفين تحت باريس في ناس كتير مدفونين تحت الارض، بيقولوا في اكتر من 6 مليون مدفونين تحت باريس، واحنا اصلا اللي عايشين 2 مليون في باريس. فتخيلوا كميه الناس اللي ميت تحت الشوارع. اغلى شارع في اوروبا هنا في باريس اللي هو شانزليزيه. اقدم قهوه في العالم موجود في باريس، اسمه لو بروكوب، وموجود من 1686. تخيلوا بقاله اكتر من 300 سنه موجود، والناس بيروحوا يشربوا قهوه عادي هناك. اقدم كوبري في باريس اللي هو بونيف، معمول من 1607، يعني برضو اكتر من 400 سنه موجود، ولسه حاليا بنستعمل نمشي فيه وكل حاجه. وعلى فكره بونيف احنا في فرنسا بنقول عليه اللي هو جديد، بس طبعا ما هوش جديد، بقاله 400 سنه. واخر حاجه، التربه بتاعت باريس. على فكره التربه بتاعت باريس ثاني اشهر مكان الناس بيروحوا فيه عشان يتمشوا ويتصوروا هناك. ما غريب قوي الفرنساويين في الحته دي، يعني عايزين يروحوا يتفرجوا على الميتين. يلا بس كده، لو عايز تتفرج على فيديو تاني ما تنساش ما تعملش لايك، ما تعملش فولو. سالي.